أهلا بيكم. ساعات بسيطة بتفصلنا عن ليلة من أهم الليالي اللي قال عنها العلماء إنها تأتي في مرتبة تاني ليلة في أفضليتها بعد ليلة القدر مباشرة. يا ترى هي إيه دي؟ هي ليلة النصف من شعبان اللي إن شاء الله هتبدأ يوم السبت الجاي، من مغرب يوم السبت حتى تاني يوم الفجر اللي هو فجر يوم الأحد 25/2 إن شاء الله بإذن الله. الليلة دي ليلة مهمة جدًا، وعلشان كده اتكلم عنها الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر حديث مهم وقال فيها إن الله عز وجل ينظر في هذه الليلة إلى جميع خلقه ويغفر لهم جميعًا إلا مشرك أو مشاحن. لما اتكلم علماء التفسير الحديث عن الحديث ده قالوا إن الشرك من أعظم أنواع المعاصي اللي الإنسان ممكن يعملها، واللي بيها بيفقد الخير في الدنيا وبيفقد الخير في الآخرة. بالإضافة لكده تاني نوع اللي هو النوع المشاحن اللي ربنا سبحانه وتعالى مش هيغفر له، يغفر للناس كلها إلا هو والمشرك. مين النوع المشاحن ده؟ المشاحن ده هو هما اتنين متخانقين ومتخاصمين. هل في حاجة كبيرة؟ لأ، ممكن يكون الموضوع بسيط ما بينهم وبين بعض بس ما زالوا متخانقين. وفي حديث آخر وقاطع رحم، يعني إن الله ينظر إلى جميع خلقه ويغفر لهم جميعًا إلا مشرك أو مشاحن أو قاطع رحم. يعني إحنا ال3 دول لو إحنا مش في حد الحمد لله يكون مش الحمد لله مش عندنا الصفة في ال3 دول، إحنا إن شاء الله يعني نتوقّع الخير كلّه ونتوقّع مغفرة الله عز وجل لينا بإذن الله. اللي عنده مشكلة فيهم يصلّح نَفْسه قبل ليلة النصف من شعبان. اللي عنده أي مشكلة وأي نوع من أنواع المعاصي دي يلحق نَفْسه بسرعة جدًا. لو اتكلمنا أصلًا على فضل شهر شعبان عمومًا هنلاقي إن ليه فضل عظيم جدًا، وهو قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: "هذا شهر تُرفع فيه الأعمال." ده شهر شعبان، وعلشان كده لاحظوا الصحابة والسيدة عائشة رضي الله عنها إن أكتر صيام النبي صلى الله عليه وسلم من الشهور كان بتبقى في شهر شعبان، ولمّا سألوه عليه أفضل الصلاة والسلام قال: "هذا شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وهذا شهر تُرفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يُرفع عملي وأنا صائم." عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أظن لنا في رسول الله قدوة حسنة، يعني إحنا كمان نتدرّب ونتعلّم الصيام، ويا سلام كمان لو إحنا نعلّم ولادنا في الفترة دي إن هم يصوموا معانا كام يوم كده في الشهر المبارك ده، علشان ونتكلّم معاهم في الموضوع ده، ونتكلّم معاهم نحسّسهم قد إيه الشهر ده مهم، الشهر ده بتُرفع فيه الأعمال. خدوا بالكم الصحيفة بتاعتنا بتُرفع إلى الله عز وجل، صحيفة السَنة كاملة، أعمال السَنة كلّها بتُرفع إلى الله عز وجل. إحنا عارفين من حديث آخر إن كل يوم اثنين وخميس برضه بتُرفع الأعمال، لكن ليلة النصف من شعبان بتُرفع أعمال العام كلّه بقى. فنبدأ عام جديد فبعد شهر شعبان بإذن الله خلاص اترفعت أعمالنا كإننا بنبدأ سَنة جديدة مع الله عز وجل. يا رب يكون عام جديد مليان طاعات ومليان خيرات وبُعد عن المعاصي. طيب إيه هي أهم الأدعية والعبادات اللي اتذكرت في ليلة النصف من شعبان؟ عايزة أقول لكم إن هي ما اتذكرش حاجة، وإن الرسول صلى الله عليه وسلم وإن الصحابة ما اتقالش عليهم إن هم كانوا بيعبدوا عبادة معيّنة أو يصلّوا صلاة معيّنة، زي ما بعد كده الناس ابتدعت بعض البِدع وقالوا في حاجة اسمها صلاة الرغائب وصلاة ال100 ركعة وحاجات كتير كده. لأ، مش كل الحاجات دي قالوا إن دي مبتدعة كمان، يعني مش أحاديث صحيحة أصلًا ولكنها ده أمور مبتدعة الناس ابتدعتها. وبالنسبة للصيام الناس اللي قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن بعد عندما ينتصف شعبان لا صيام بعده، الحديث ده ضعيف، عشان نبقى إحنا عندنا معلومات صح، نعرف كمان ننقلها لولادنا. الصيام متاح الشهر كله ما عدا اليوم اللي بيفصلنا ما بيننا وما بين شهر رمضان، لازم نفصل اليوم الأخير ده. بالنسبة لصيام ليلة النصف من شعبان هي أصلًا جاية في وسط الأيام القمرية، اللي هي ليلة 14 يوم 14 ليلة 15 يعني. فهي كده جاية، هي جاية في النُص، فجاية كده في صيام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام اللي كان أصلًا بيصوم في الطبيعي، هو كان دايمًا يصوم اثنين وخميس والأيام القمرية 13 و14 و15. ليلة النصف من شعبان إن شاء الله هتكون زي ما قُلنا يوم السبت الجاي إن شاء الله، هتبدأ من مغرب يوم السبت لتاني يوم اللي هو فجر يوم الأحد.
فكده إحنا صايمين أصلًا ال3 أيام اللي هم القمرية إحنا صايمين فيهم بإذن الله. بالنسبة طَب إيه أنا حاسس إن الليلة دي ليلة يعني ربنا سبحانه وتعالى هيتنزّل فيها يتنزّل فيها ويرحم فيها ويغشانا برحمته وبمغفرته، طَب نعمل إيه؟ كل إنسان فينا اللي يقدر يعمله من العبادات، من الذكر، من الدعاء، من صلاة قيام الليل، من الاستغفار، التحميد والتسبيح والتهليل، كل إنسان فينا يجتهد في العبادة بس على راحته. بما يستطيع وما يقدر عليه ووقته يعني مش هاقول الوقت يسمح لإن الوقت إحنا اللي إحنا اللي بنتحكم في وقتنا، إحنا اللي ناويين نعمل إيه وما نعملش إيه، فالوقت ده والليلة دي ليلة مباركة، فالطبيعي إن أنا مش معقول هاضيّع وقتي في إن أنا قاعدة أتفرّج على الفيديوهات، مش طبيعي إن أنا قاعدة أتفرّج على المسلسلات والأفلام والمسلسلات والTV أو الموبايلات، مش معقول، مش معقول أبقى أنا عارفة إن ربنا سبحانه وتعالى ليلة عظيمة زي دي تنزّل فيها الله عز وجل برحمته ومغفرته على جميع خلقه، ويتفضّل علينا جميعًا وأنا أسيبها وانشغل بحاجة تانية، أصل طب ما هي انشغل في حاجة تانية وإيه، هو بكرة هاعرف أعمل كده تاني؟ لأ، ده هي الليلة دي، هو الوقت ده وبس، هو يعني الجايزة في اليوم ده وبس، يعني يا جماعة عايزين أعمالنا تُرفع في شهر شعبان وإحنا عملنا اللي علينا، وإحنا حاولنا نجتهد على قد ما نقدر، وإحنا بعدنا عن المعاصي وخدنا قرار وقرار حازم إن أنا لأ، أنا يعني ربنا سبحانه وتعالى كرمه عليّا كبير، ورزقه واسع، ومغفرته شاملة كل الخلق، شاملة الدنيا كلّها، معقولة بعد ده كلّه أنا أعصي الله يعني آآ أتأخّر في أداء صلاة، يعني الناس اللي لسه بتتأخّر في أداء صلوات، أنا شايفة إن لمّا جه جالنا شهر رجب وراه شهر شعبان، وراه شهر رمضان، ال3 شهور دُولة يعني 90 يوم، 90 يوم دول كفيلين جدًا لو أنت التزمت فيهم، إنك بدأت من أول شهر رجب بعدت عن المعاصي واستغفرت ربنا وتُبت إليه، وإنك بدأت بداية جديدة وصفحة جديدة مع ربنا سبحانه وتعالى، واتدرّبت ال3 شهور دُولة منهم صيام، ومنهم قيام، ومنهم التزام بالصلاة، ومنهم إن أنا خلاص مش هاضيّع وقتي، مش هاضيّع صلاتي، مش هاقعد مع حد واغتاب. أنا باحافظ على لساني، باحافظ على جسدي، باحافظ على إيدي، ما تمدّش إيدي ما تتمدّش على حرام، رجلي ما تمشيش في طريق حرام، عيني ما تنظرش لحاجة حرام. أنا لمّا أعمل الحاجات دي كلّها، كل الحاجات دي هتساعدني إن أنا بعد ما يخلص ال3 شهور النفحة الربانية العظيمة دي، أكون اتدرّبت كويس، أكون طالعة وعارفة إن بإذن الله إن شاء الله ب ب بتوفيق ربنا ليّا بعد ما ربنا شاف منّي إن أنا اجتهدت وحاولت وسعيت إن شاء الله ربنا هيوفّق، وإن شاء الله تستمر بهذا الوضع. طَب اللي ما بدأش في رجب وما خدش باله أو وقع للأسف في معاصي، ما زلنا إحنا لسه أهوّة يعني قرّبنا على نُص شعبان، يعني قدّامك يعتبر شهر ونُص، فات منّك شهر ونُص، طَب فاضل لك شهر ونُص، واستمر وجاهد نَفْسك، المجاهدة هي مجاهدة النَفْس، يعني مجاهدة النَفْس من أعظم أنواع الجهاد، لإنك فعلًا نَفْسك كل شوية بتدفعك من نوع من أنواع المعاصي وتجيبها تاني، كونك هي بتدفعك وأنت تجيبها، فده نوع الجهاد بقى. اللي هو عامل زي الجاذبية كده، تروح شادد نفسك تاني، ودي من أعظم أنواع الجهاد. ربنا يتقبل منا ومنكم يا رب، وما تنسوناش في دعائكم، وما تنسوش تدعوا لنفسكم، مش بس في أمور دنيوية، خلّوا همّتكم وخلّوا نظرتكم للآخرة، ادعوا لنفسكم كتير بحاجات جميلة في الجنة، وتخيلوها كده وادعوا ربنا بيها، علشان ما يبقاش كل همّنا الدنيا اللي إحنا عايشين فيها وبس، إن الدنيا دي فانية. ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، يا ريت اللي عجبه الفيديو وحب القناة بتاعتنا لايك وشير وسبسكرايب وتعليق على الكل عشان يوصلك كل جديد، وإن شاء الله تستفاد من فيديوهات كتير إحنا عاملينها في القناة تفيدكم وتساعدكم على جودة في الحياة. شكرًا ليكم، مع السلامة.